السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي قناة في بيتي. اليوم جيتكم بهذا الفيديو اللي راح نشاركه معكم. ربما الكثير من الناس راهم يغفلوا عليه. هذا الفيديو اللي هو خاص بالغسالات العادية. كيفاش الاماكن اللي يكون فيها ترسبات. ربما الكثير من الاخوات راهم يغفلوا عليهم وانا واحده منهم. اول شيء انا كنت ننظف غير هذيك الجهه اللي يخرج منها الماء كما راكم تلاحظوا البنات. هذا الفيديو اول شيء ما كنتش ناويه نصوره، ولكن كما كنت نقي الغساله ديالي بعد ما غسلت فيها الحوايج فشفت يخرج منها شحال العجب من هذا الكالكير او الترسبات. فقررت نصوره لكم هنا. راني بعد ما نظفت منها شويه خرجت منها، فقررت اني نجيب الهاتف ديالي ونصور لكم. شوفوا هنا المكان اللي دخلت فيه هذاك التويو. انا فقط كنت نقي هكذا بلا بروسادو في غير في هذاك المكان، طرش عليه الماء ونحكها فقط بهذا لا بروسادو. ولكن بعد ما نحيت لك الصفايه اللي تكون فوق اللي تجمعنا هذاك الكالكير او الاوساخ اللي الوبر او اي شيء، فقررت شفت هذاك الثقب لي فيها، فقررت نعمل فيها هذاك التويو ونشوف. لما دخلت هذاك التويو شفت العجب يخرج منها من هذاك الكالكار اللي يخرج. فقررت نشارك معكم هذا الفيديو. ربما قلت الاخوات راهم يغفلوا بالك على هذا المكان. هذا المكان اذا كثر في الترسبات راح يخلي الماشينه ديالنا ما هيش تمشي، ما تخدمش مليح كما راكم تلاحظوا. شوفوا الاوساخ اللي تخرج منها والكالكير كما راكم تلاحظوا هنا البنات. هذا المكان اللي خاص بهذيك الصفايه او الشبيكه اللي تصفينا كما قلت لكم الوبر او بعض الاشياء اللي تكون عالقه او الاشياء اللي تتنزع في الملابس ولا حاجه وتصفيها لنا هنا كما راكم تلاحظوا. شوفوا البنات كما راكم تشوفوا تلاحظوا. هذا غير شويه فقط، غير من بعد صورته لكم كي كنت نقي. شوفوا كيفاش لازم نغسل هذيك البلاصه، ندير الماء تويو في هذيك الثقبه ونغسل من بهذيك الجهه بلا بروسادون بهذيك الشبيكه هكذا حتى يتنحى كامل. وهنا غسلت هذه الشبيكه وفتحتها كامل من بعضياتها، نقيتها بلا بروسادو وهذيك غسلتها الشبيكه بالصابون ونخليهم يقطروا مليح، وبعد ذلك راح نعاود نلصقهم نرجعهم الاماكن ديالهم. هذا بالنسبة المكان الأول. المكان الثاني كذلك اللي نغفلوا عليه، هذا المكان اللي فيه هاد ليفيس أو البنون اللي يزيرنا هذيك العجلة ويكون مغطي بهذا البوشون أو الغلاق. شوفوا كيفاش كذلك يدير الترسبات. شوفوا هاد التنظيف ساهل، ما يسحقني منظفات يخلني حتى حاجة، غير بالماء وهكذاك بيديك أو لا بروسادو راح تنقيها. شوفوا الكالكير شحال يخرج. هاد لو كان كل 3 أشهر أو 6 أشهر نقيو هاد الأماكن هكذا يحافظ لنا على الغسالة ديالنا ويخليها تمشي مليح، ما يعطلهاش في الخدمة نتاعها وما يثقلهاش. هذا المكان الثاني ربما الأخوات كذلك راهم يغفلوا عليه وما نخليوهش على خاطر تبقى تريح بواحد الريحه مش مليحه لو كان يبقى فيها الترسبات والكالكير. وحاولوا ما تغلقوهاش بعد ما تغسلوها، خليوها تنشف، فتحوا الابواب ديالها سواء هذه الجهه اللي تغسل ولا الجهه الاخرى اللي تعصر. خليوها تتهوى قبل ما بعد ما تغسلوها وتكملوا الغسيل ديالكم وتغسلوا الغساله ديالكم مليح. حاولوا تخليوا الغلاق نتاعها ما تغطيوهاش، خليوه هكذاك خليوها بلا غلاق حتى تنشف مليح وما تبقاش تحكم لكم هذيك الريحه. شوفوا كيفاش كتشوفوا الكالكير كيفاش راه داير، وكذلك هذا الغلاق شوفوا كيفاش غير بيديا فقط هكذا يخرج. ان شاء الله يا رب كي نجي نظف الغساله تنظيف العميق من الداخل هذيك في جهه العجله اللي راح تغسل، ان شاء الله راح نشارككم معكم كيفاش نحيو الترسبات بمواد بسيطه متوفره في كل بيت. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. اذا عجبكم ما تنسوش ديروا لي لايك البنات واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس اللي مازال ما هيش مشتركه، واللي راه مشتركه نتمنى تفعل زر الجرس. وما تنسوش اذا عجبتكم وخليوا لي رايكم في التعليقات. وبقى لي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.